اهلا بيكم. النهارده هنكمل بقيه الفيديو بتاع المفرش. احنا كنا وقفنا في الفيديو اللي فات عند السطر ال16. هنبدا معاكم ابتداء من السطر ال17. ده كده شكل المفرش لغايه لما احنا وقفنا. نبدا السطر ال17. هبتدي ادخل بغرز منزلقه عشان انا عايزه ابدا ابتداء من الفراغ بتاع الثلاث سلاسل، فهدخل بغرزة منزلقة هنا وكمان في الفراغ، وهبدأ ارتفع 3 سلسلة دول عمود بلفة، وهدخل في نفس الفراغ تاني اشتغل كمان عمود بلفة بالشكل ده كده. وبعد كده هرتفع 5 سلسلة، 3 4 5. هيقابلني التلات غرز دول، هدخل في الغرزة اللي في النص، يعني هسيب اول عمود واخر عمود وهشتغل في العمود اللي في النص، هشتغل فوقيه عمود بلفة بالشكل ده كده. بعد كده هرتفع 3 سلاسل، وهيقابلني التلات غرز دول، هدخل في الفراغ اللي قبلهم اشتغل عمود بلفة، وفوق التلات غرز دول كل غرزة منهم عمود بلفة. هيبقى التوتال 4 غرز عمود بلفة بالشكل ده كده، ووراهم برضو 3 سلسلة. هيقابلني الفي، هدخل في الفراغ اللي قبل العمود اشتغل عمود بلفة، وفوق العمود هشتغل عمود بلفة بالشكل ده. بعد كده هرتفع 2 سلسلة، هدخل في الفراغ بتاع غرزتين السلسلة اشتغل عمود بلفة، 2 سلسلة، وهرجع عند العمود التاني بتاع الفي اشتغل في عمود بلفة، والفراغ اللي جنبه هشتغل فيه عمود بلفة. هيبقى ده الشكل. وبعد كده هرتفع 3 سلسلة، هيقابلني التلاتة عمود بلفة، هدخل اشتغل فوق التلات عواميد كل عمود منهم عمود بلفة بالشكل ده كده، والفراغ هدخل كمان اشتغل فيه عمود بلفة. هيبقى التوتال 4 زي ما انا اشتغلت هنا. بعد كده هرتفع 3 سلسلة تاني، والتلات عواميد دول هسيب اول عمود واخر عمود وهشتغل فوق العمود اللي في النص عمود بلفة بالشكل ده. وبعد كده هرتفع 5 سلسلة، 3 4 5، وهدخل هنا في الفراغ بتاع ال3 سلسلة، يعني هسيب الفراغ ده وهدخل في الفراغ ده اشتغل 2 عمود بلفة بالشكل ده كده. وبعد كده هرجع بقى اكرر تاني اللي انا عملته في الجزء ده. هبتدي ارتفع 5 سلسلة، 3 4 5، هدخل هنا عند التلات عواميد هشتغل فوق العمود اللي في النص عمود بلفة، وبعد كده هرتفع 3 سلسلة. هيقابلني التلات عواميد دول، هدخل هنا اشتغل عمود بلفة، وفوق كل عمود من التلاتة عمود بلفة. هيبقى التوتال 4 غرز عمود بلفة بالشكل ده. بعد كده هرتفع 3 سلسلة، وهيقابلني الفي، هدخل في الفراغ اللي قبل الفي هشتغل عمود بلفة، والعمود هشتغل فوقيه عمود بلفة، 2 سلسلة. الفراغ بتاع غرزتين السلسلة هدخل اشتغل فيه عمود بلفة، ورا العمود 2 سلسلة، والعمود التاني هنا بتاع الفي هدخل اشتغل فيه عمود بلفة، والفراغ اللي وراه هشتغل فيه عمود بلفة. يبقى ده كده الشكل. وبعد كده هرتفع 3 سلسلة، هيقابلني التلات عواميد، هدخل اشتغل فوق كل عمود عمود بلفة، والفراغ اللي بعد التلات عواميد هدخل اشتغل فيه عمود بلفة. هيبقى التوتال 4 3 سلسلة، وهدخل هنا عندي هنا التلات عواميد دول، هدخل فيه العمود اللي في النص هشتغل فوقيه عمود بلفة. بعد كده هرتفع 5 سلسلة، 3 4 5، هسيب الفراغ ده وهدخل في الفراغ التاني بتاع ال3 سلسلة، هدخل اشتغل فيه 2
عمود بلفة ووراهم 5 سلسلة بالشكل ده كده. ده كده هيبقى شكلها، وهكرر كده بنفس الطريقة لنهاية السطر. قلت كده لنهاية السطر. اخر حاجة اشتغلتها عمود بلفة وراه 5 سلسلة، وهقفل في تالت غرزة بغرزة منزلقة بالشكل ده كده. وهبدأ السطر ال18 هرتفع 3 سلسلة عمود بلفة ده، والغرزة اللي بعدها كمان عمود بلفة، يبقى انا كده اشتغلت 2 عمود بلفة. بعد كده هرتفع 7 سلسلة، 4 5 6 7. هسيب العمود بلفة ده، وهاجي عند الأربعة عمود بلفة دول هقللهم، هخليهم هعمل فيهم تناقص، هخليهم 3، يعني هشتغل في أول 3 غرز وهسيب العمود الأخراني ده كده. أول عمود، التاني، التالت بالشكل ده كده، ووراهم 3 سلسلة. وهنا عندي عمودين هزودهم، هدخل في الفراغ اللي قبل العمودين دول اشتغل عمود بلفة، وفوق العمودين دول هشتغل فوق كل واحد منهم عمود بلفة، هيبقى التوتال 3 بالشكل ده كده. 2 سلسلة، وهاجي هنا عند العمود اللي في النص ده هشتغل فوقيه في، عبارة عن عمود بلفة 2 سلسلة، وهدخل في نفس الغرزة تاني اشتغل عمود بلفة بالشكل ده. وبعد كده 2 سلسلة، وهرجع بقى اكرر، هدخل فوق العمودين دول اشتغل كل عمود منهم عمود بلفة، والفراغ اللي وراهم عمود بلفة بالشكل ده. 3 سلسلة، هدخل هنا عند ال4 عمود بلفة، هسيب اول عمود وهشتغل في ال3 اللي ورا بعض كل غرزة منهم عمود بلفة بالشكل ده كده. بعد كده هرتفع 7 سلسلة، 4 5 6 7. هسيب العمود ده، وهاجي فوق العمودين دول هشتغل برضو فوقيهم عمودين بلفة، كل غرزة هشتغل فوقيها عمود بلفة. هيبقى ده كده شكلها اهو. وهرجع بقى اكرر تاني، هرتفع 7 سلسلة، 3 4 5 6 7 بالشكل ده كده. هسيب العمود ده او كل الفراغ ده والعمود ده، وهدخل عند ال4 عمود بلفة، هشتغل عند اول 3 عواميد بالشكل ده. بعد كده 3 سلسلة، هاجي هنا عند الفراغ اللي قبل العمودين هشتغل فيه عمود بلفة، وفوق العمودين كل عمود منهم عمود بلفة. 2 سلسلة، هاجي عند العمود اللي في النص هشتغل فيه في عمود بلفة 2 سلسلة، وارجع في نفس الغرزة تاني اشتغل عمود بلفة وراهم 2 سلسلة. وهبدأ بقى اكرر تاني، هشتغل فوق العمودين دول كل عمود عمود بلفة، والفراغ اللي وراهم كمان عمود بلفة، هيبقى التوتال 3. بعد كده هرتفع 3 سلسلة، هاجي هنا عند ال4 عواميد دول هسيب اول عمود وهشتغل في ال3 اللي ورا بعض كل غرزة عمود بلفة بالشكل ده. بعد كده هرتفع 7 سلسلة، 3 4 5 6 7، وهسيب كل ده وهدخل فوق العمودين اشتغل برضو كل غرزة منهم عمود بلفة، وهرجع ارتفع تاني 7 سلسلة، وهكرر بنفس الطريقة لنهاية السطر بالشكل ده كده. انا وصلت لنهاية السطر. اخر حاجة اشتغلتها 7 سلاسل، وهقفل في تالت غرزة بغرزة منزلقة، وهبدأ السطر 19 برضو هرتفع 3 سلسلة، وهدخل في الغرزة اللي جنبها هشتغل عمود بلفة، يبقى كده 2 عمود بلفة. بعد كده هشتغل 8 سلسلة، 2 3 4 5 6 7 8 بالشكل ده كده. هاجي عند ال3 عواميد دول هسيب اول عمود واخر عمود، وهشتغل في العمود اللي في النص هشتغل فوقيه عمود بلفة بالشكل ده كده. 3 سلسلة،
هيقابلني التلات عواميد دول، هشتغل في الفراغ اللي قبلهم عمود بلفة، وفوق التلات عواميد كل غرزة عمود بلفة، هيبقى التوتال 4 عواميد بلفة بالشكل ده كده. 3 سلسلة. هيقابلني الفي دي، هدخل عند اول عمود هنا اشتغل فوقيه عمود بلفة، والفراغ بتاع غرزتين السلسلة هشتغل برضو عمود بلفة، والعمود التاني عمود بلفة. هيبقى كده التوتال معايا 3 عواميد بلفة، وراهم 3 سلسلة. وهرجع بقى اكرر، هدخل فوق الثلاث عواميد دول اشتغل فوق كل عمود عمود بلفة، والفراغ اللي بعدهم عمود بلفة بالشكل ده كده. 3 سلسلة. هيقابلني الثلاث عواميد، هدخل في فوق العمود اللي في النص هشتغل فوقيه عمود بلفة، وبعد كده هرتفع 8 سلسلة، 4 5 6 7 8. هدخل فوق العمودين دول هشتغل فوق كل عمود منهم عمود بلفة. ده كده هيبقى شكلها معايا. وهرجع بقى اكرر تاني، ارتفع 8 سلسلة، 4 5 6 7 8. هدخل فوق العمود اللي في النص اشتغل عمود بلفة، 3 سلسلة. عند الثلاث عواميد هدخل في الفراغ اللي قبلهم اشتغل عمود بلفة، وفوق الثلاث عواميد كل عمود عمود بلفة، 3 سلسلة. هدخل عند الفي اشتغل عند اول عمود عمود بلفة، والفراغ عمود بلفة، والعمود التاني عمود بلفة. هيبقى برضو التوتال 3 عواميد، وراهم 3 سلسلة. هيقابلني الثلاث عواميد هشتغل فوقيهم برضو عمود بلفة، فوق كل غرزة عمود بلفة، والفراغ اللي بعدهم عمود بلفة. هيبقى التوتال 4 عواميد بالشكل ده، 3 سلسلة. وعند الثلاث عواميد هدخل في العمود اللي في النص هشتغل فوقيه عمود بلفة، وبعد كده 8 سلسلة، 4 5 6 7 8. هدخل فوق الغرزتين دول اشتغل فوق كل غرزة منهم عمود بلفة، ووراهم 8 سلسلة. وهرجع اكرر تاني بنفس الطريقة لنهاية السطر. بالشكل ده كده انا وصلت لنهاية السطر. اشتغلت اخر حاجة 8 سلسلة، وهقفل في تالت غرزة بغرزة منزلقة بالشكل ده. انا كده خلصت السطر 19، وهبدأ السطر 20. هرتفع 3 سلسلة دول كده عمود بلفة، وهدخل في الغرزة اللي بعدها كمان عمود بلفة، يبقى التوتال كده 2 عمود بلفة ورا بعض. هرتفع بعد كده 11 سلسلة، 4 5 6 7 8 9 10 11. هسيب كل الجزء ده، وهاجي هنا عند الاربع عواميد هدخل اشتغل في اول 3 عواميد كل غرزة عمود بلفة بالشكل ده كده. هسيب اخر عمود مش هشتغل فيه بالشكل ده كده. بعد كده هرتفع 3 سلسلة. هيقابلني الثلاث عواميد دول هعمل فيهم تزايد، هدخل في الفراغ اللي قبل الثلاث عواميد اشتغل عمود بلفة، وفوق الثلاث عواميد كل غرزة فوقيها عمود بلفة بالشكل ده، والفراغ اللي بعدهم كمان عمود بلفة. هيبقى التوتال 5 غرز عمود بلفة. بعد كده هرتفع 3 سلسلة، هسيب العمود الاولاني ده وهدخل في الثلاثة اللي ورا بعض اشتغل كل غرزة عمود بلفة بالشكل ده، يبقى التوتال 3. بعد كده هرتفع 11 غرزة سلسلة، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. هسيب كل الجزء ده وهدخل فوق العمودين دول اشتغل فوقيهم برضو كل غرزة عمود بلفة بالشكل ده كده. وهرجع بقى اكرر تاني، ارتفع 11 عمود بلفة، 4 5 6 7 8
9 10 11. هدخل هنا هسيب كل الجزء ده وهاجي عند الاربع عواميد، هشتغل في اول 3 عواميد وهسيب العمود الاخراني بقوا كده 3 سلسلة. هاجي عند ال3 عواميد اللي في النص هعمل فيهم تزايد، هشتغل في الفراغ اللي قبلهم، وفوق ال3 عواميد هشتغل فوقيهم كل غرزة عمود بلفة، والفراغ اللي بعدهم هشتغل فيه عمود بلفة، هيبقى التوتال 5. وراهم 3 سلسلة. هاجي هنا عند الاربع عواميد هسيب اول عمود وهدخل في ال3 اللي ورا بعض، اشتغل كل غرزة عمود بلفة، هيبقى التوتال 3. بعد كده هرتفع 11 سلسلة، 4 5 6 7 8 9 10 11. هاجي عند العمودين دول هشتغل فوقيهم 2 عمود بلفة برضه، وراهم بعد كده 11 سلسلة، وهكرر بنفس الطريقة لنهاية السطر. خلصت كده السطر، اشتغلت اخر حاجة 11 سلسلة، وهقفل في تالت غرزة بغرزة منزلقة بالشكل ده كده. وهبدأ السطر 21 هرتفع 3 سلسلة وهدخل في الغرزة اللي جنبها اشتغل عمود بلفة، يبقى كده 2 عمود بلفة. بعد كده هشتغل 13 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 بالشكل ده كده. هيقابلني بعد كده ال3 عواميد دول، هشتغل فوق العمود اللي في النص عمود بلفة، يعني سبت اول عمود واخر عمود واشتغلت في العمود اللي في النص. بعد كده هرتفع 3 سلسلة، هاجي برضو هنا هعمل تزايد عند ال5 عواميد دول، هشتغل في الفراغ اللي قبلهم عمود بلفة، وفوق ال5 عواميد كل غرزة عمود بلفة، والفراغ اللي بعدهم عمود بلفة، هيبقى التوتال 7 غرز عمود بلفة. بعد كده هرتفع 3 سلسلة، وهاجي هنا عند ال3 عواميد هشتغل فوق العمود اللي في النص عمود بلفة، وهرجع بقى اكرر اشتغل 13 سلسلة، 4 5 13. هاجي فوق العمودين دول اشتغل كل غرزة عمود بلفة، 13 سلسلة، 1 2 3 4. فوق ال3 سلاسل دول هشتغل في العمود اللي في النص عمود بلفة، 3 سلسلة. عند ال5 غرز دول هدخل في الفراغ اللي قبلها اشتغل عمود بلفة، وفوق ال5 غرز كل غرزة عمود بلفة، والفراغ اللي بعدهم عمود بلفة، يبقى التوتال 7. 3 سلسلة. عند ال3 عواميد هدخل في العمود اللي في النص اشتغل عمود بلفة، وبعد كده هكرر هرتفع 13 سلسلة، 13. هاجي فوق العمودين دول اشتغل فوقيهم برضو كل عمود عمود بلفة، وهرتفع بعد كده 13 سلسلة، وهرجع اكرر تاني بنفس الطريقة ده كده هيبقى شكلها. هكمل كده لنهاية السطر بالشكل ده كده. وصلت لنهاية السطر، اخر حاجة اشتغلتها 13 سلسلة، هقفل في تالت غرزة بغرزة منزلقة بالشكل ده كده. ده كده شكلها معانا، وهبدأ معاكم السطر 22. هبتدي ارتفع 3 سلسلة، 3 سلسلة زي ما احنا متعودين، عمود بلفة، وهدخل في الغرزة اللي بعدها كمان اشتغل عمود بلفة. هيقابلني الفراغ بتاع 13 سلسلة، هدخل اشتغل فيه 12 غرزة عمود بلفة. ده 1 2 3 12 بالشكل ده.
وبعد كده هيقابلني العمود بلفة ده، هدخل اشتغل فوقيه عمود بلفة بالشكل ده كده اهو، وهرتفع 3 سلسلة، وهبتدي اعمل بعد كده تناقص. فانا هشتغل في ال5 غرز اللي في النص، هسيب اول غرزة واخر غرزة، يبقى انا كده بقلل الغرز معايا. هسيب اول غرزة وادخل اشتغل في الغرزة التانية، واخر غرزة هشتغلها وهسيب اخر غرزة. هيبقى توتال العواميد معايا 5 غرز عمود بلفة. سبت اول غرزة واخر غرزة. بعد كده هرتفع 3 سلسلة وهدخل فوق العمود ده اشتغل فوقيه عمود بلفة، وهيقابلني بقى برضو الفراغ بتاع 13 غرزة سلسلة، هدخل اشتغل فيه 12 غرزة عمود بلفة في نفس الفراغ بالشكل ده كده. بعد كده هدخل هنا فوق العمودين دول اشتغل فوقيهم برضو كل غرزة عمود بلفة بالشكل ده، وهبدأ بقى اكرر تاني. هدخل في الفراغ ده اشتغل 12 غرزة عمود بلفة، وفوق العمود ده عمود بلفة. بعد كده هرتفع 3 سلسلة، هبتدي اقلل العواميد، هسيب اول عمود واخر عمود واشتغل في ال5 اللي في النص وراهم 3 سلسلة، يعني هيبقى ده الشكل معايا. هشتغل كده بنفس الطريقة لنهاية السطر بالشكل ده كده. انا خلصت السطر، هقفل السطر هنا في تالت غرزة بغرزة منزلقة زي ما احنا شايفين كده، وهبدأ السطر ال23 هدخل في الغرزة اللي جنبها بغرزة منزلقة، لان انا عايزة ابدأ من الغرزة التانية ديت، فدخلت فيها بغرزة منزلقة. وهبتدي ارتفع 6 سلسلة، 3 4 5 6. 6 سلسلة دول عبارة عن عمود بلفة وراه 3 سلسلة، وهبدأ اسيب غرزة وهدخل في اللي بعدها اشتغل عمود بلفة بالشكل ده 3 سلسلة، هسيب غرزتين وفي التالتة هشتغل عمود بلفة 3 سلسلة، هسيب غرزتين وفي التالتة هشتغل عمود بلفة 3 سلسلة، هسيب غرزتين وفي التالتة هشتغل عمود بلفة بالشكل ده لغاية لما يبقى عدد العواميد معايا 5. 1 2 3 4 5 بالشكل ده كده. بعد كده هيبقى فاضل معايا 2 عمود بلفة، هدخل اشتغل في العمودين دول كل غرزة عمود بلفة. هيبقى كده ده شكلها، هيبقى 3 عواميد ورا بعض، وهيقابلني بعد كده الفراغ بتاع ال3 سلسلة، هدخل اشتغل فيه 3 عواميد بلفة. هيبقى كده توتال العواميد اللي ورا بعض 6 عواميد بلفة 3 سلسلة. وبعد كده هيقابلني ال5 غرز دول، هدخل اعمل فيهم تناقص، هسيب اول غرزة واخر غرزة وهشتغل في التلاتة اللي في النص كل غرزة عمود بلفة. هيبقى عدد الغرز معايا 3 بالشكل ده. بعد كده هرتفع 3 سلسلة وهيقابلني الفراغ بتاع ال3 سلسلة ده، هدخل اشتغل فيه 3 عمود بلفة. هكرر اللي انا عملته في الجزء ده، وهشتغل في ال3 عواميد اللي ورا بعض كل غرزة منهم عمود بلفة بالشكل ده كده. هيبقى توتال العواميد معايا 6. بعد كده هرتفع 3 سلسلة، هسيب غرزتين وفي التالتة هشتغل عمود بلفة 3 سلسلة، هسيب غرزتين وفي التالتة هشتغل عمود بلفة 3 سلسلة، هسيب غرزتين وفي التالتة هشتغل عمود بلفة زي ما احنا شايفين 3 سلسلة، هسيب غرزتين وفي التالتة هشتغل عمود بلفة. طالما انا وصلت عند العمودين دول هشتغل 3 سلسلة وهسيب غرزة وهدخل في اللي بعدها، مش 2. يعني احنا في العادي بنسيب غرزتين وبدخل في التالتة. من بعد العمودين دول هنعلمهم بالعمودين دول فوقيهم العمودين دول. اشتغلت اهو
ده كده العمودين ودول فوقيهم عمودين. اشتغلت انا هنا عمود بلفة، هسيب غرزة وهدخل في اللي بعدها عشان بس عدد الغرز يبقى مظبوط معانا والشغل يبقى مظبوط معانا. هرتفع 3 سلسلة، هسيب غرزتين، وفي التالتة بعد كده هشتغل عمود بلفة. من بعدهم بقى هرجع اشتغل عادي، هسيب غرزتين وعمود بلفة. يبقى من بعد العمودين دول بسيب غرزة واحدة، وبعد كده برجع اسيب 2 عادي. 3 سلسلة، هسيب غرزتين، وفي التالتة هشتغل عمود بلفة. 3 سلسلة، هسيب غرزتين، وفي التالتة هشتغل عمود بلفة. وبعد كده انا وصلت فاضل معايا اخر غرزتين هدخل اشتغل فيهم كل غرزة عمود بلفة. هيبقى التوتال 3 ورا بعض، وهرجع في الفراغ اشتغل كمان 3 عمود بلفة بالشكل ده. هيبقى التوتال 6. 3 سلسلة، وبعد كده هعمل تناقص، هسيب اول غرزة واخر غرزة وهشتغل في التلاتة اللي في النص كل غرزة عمود بلفة بالشكل ده. 3 سلسلة، وهرجع بقى اكرر تاني، هدخل في الفراغ ده هشتغل 3 عمود بلفة بالشكل ده كده. هشتغل في ال3 غرز اللي ورا بعض كل غرزة عمود بلفة، وهبتدي بقى اكرر تاني. هرتفع 3 سلسلة، هسيب غرزتين، وفي التالتة هشتغل عمود بلفة. 3 سلسلة، هسيب غرزتين، وفي التالتة هشتغل عمود بلفة. 3 سلسلة، هسيب غرزتين، وفي التالتة هشتغل عمود بلفة. 3 سلسلة، هسيب غرزتين، وفي التالتة هشتغل عمود بلفة كده. دي انا وصلت عند العمودين اللي انا بقول لكم عليهم. بعد كده هرتفع 3 سلسلة، من بعد العمودين دول هسيب غرزة واحدة واشتغل في اللي بعدها، وبعد كده هرجع اشتغل عادي 3 سلسلة وهسيب غرزتين، وفي التالتة هشتغل عمود بلفة، وهكمل كده بنفس الطريقة لنهاية السطر. وصلت كده لنهاية السطر. اخر حاجة اشتغلتها عمود بلفة وراه 3 سلسلة، وهقفل السطر في تالت غرزة بغرزة منزلقة بالشكل ده كده. وهبدأ السطر ال24 هرتفع 6 سلسلة، 3 4 5 6. 6 سلسلة دول عبارة عن عمود بلفة وراه 3 سلسلة، وبعد كده هسيب الفراغ ده وهدخل فوق العمود بلفة اشتغل فوقيه برضو عمود بلفة. 3 سلسلة، هسيب الفراغ وهدخل فوق العمود اشتغل عمود بلفة. 3 سلسلة، هسيب الفراغ وهدخل فوق العمود اشتغل عمود بلفة. 3 سلسلة، هيقابلني الستة عمود بلفة دول، هدخل عند اول عمود منهم اشتغل فوقيه عمود بلفة بالشكل ده كده، ووراه 3 سلسلة، هسيب عمود وهدخل في اللي بعده اشتغل عمود بلفة بالشكل ده. بعد كده هيتبقى عندي 3 عواميد، هدخل اشتغل فوق كل عمود عمود بلفة بالشكل ده كده. هيبقى توتال العواميد معايا كده 4، والفراغ بتاع ال3 سلسلة هدخل اشتغل فيه كمان 3 عمود بلفة. يبقى توتال العواميد هنا 7 غرز عمود بلفة بالشكل ده كده. بعد كده هرتفع 3 سلسلة، وهاجي هيقابلني ال3 غرز عمود بلفة، هسيب اول عمود واخر عمود وهشتغل في العمود اللي في النص عمود بلفة بالشكل ده كده، وراه 3 سلسلة. وهكرر بقى اللي انا عملته هنا هكرره، هدخل هنا في الفراغ اشتغل 3 عمود بلفة بالشكل ده، وهدخل اشتغل في ال4 عواميد كل غرزة فوقيها عمود بلفة. ده كده تاني عمود، التالت، الرابع. هيبقى توتال العواميد معايا 7. 3 سلسلة، وهسيب عمود ده وهدخل في اللي بعده اشتغل عمود بلفة بالشكل ده، وهرجع بقى اكرر
3 سلسلة، هدخل فوق العمود اشتغل عمود بلفة، 3 سلسلة وهدخل فوق العمود اشتغل عمود بلفة، وهشتغل كده بنفس الطريقة لنهاية السطر وارجع لكم. وصلت كده لنهاية السطر، اخر حاجة اشتغلت عمود بلفة وراه 3 سلسلة، وهقفل في تالت غرزة بغرزة منزلقة بالشكل ده كده، وهبدأ السطر ال25 برضو ب6 سلسلة، 4 5 6 6 سلسلة دول عمود بلفة وراه 3 سلسلة، وهدخل اشتغل فوق العمود بلفة عمود بلفة 3 سلسلة، هسيب الفراغ وهدخل فوق العمود اشتغل عمود بلفة 3 سلسلة، فوق العمود عمود بلفة 3 سلسلة، فوق العمود عمود بلفة 3 سلسلة، فوق العمود عمود بلفة 3 سلسلة، هسيب عمودين وفي التالت يعني بعد هنا عند وصلت كده عند ال7 عمود بلفة، اشتغلت في اول عمود منهم عمود بلفة وراه 3 سلسلة، هسيب بعد كده غرزتين وهدخل في التالتة اشتغل عمود بلفة، والتلاتة اللي فاضلين هشتغل فوق كل غرزة منهم عمود بلفة، هيبقى التوتال كده معايا 4، والفراغ بتاع ال3 سلسلة هدخل اشتغل فيه 3 عمود بلفة، يبقى كده توتال العواميد معايا 7، وفوق العمود ده هشتغل فوقيه عمود بلفة بالشكل ده، وهدخل هنا في الفراغ اكرر بقى تاني هشتغل هنا 3 عمود بلفة، واول 4 عواميد هدخل اشتغل فوق كل عمود منهم عمود بلفة بالشكل ده، هيبقى توتال العواميد معايا 15 عمود بلفة بالشكل ده كده. بعد كده هرجع بقى اكرر تاني، هرتفع 3 سلسلة، هسيب عمودين وهدخل في العمود التالت اشتغل عمود بلفة 3 سلسلة، هدخل فوق العمود اشتغل عمود بلفة 3 سلسلة، وفوق العمود عمود بلفة 3 سلسلة، وهكرر كده بنفس الطريقة، وهي عند الجزء ده هكرر برضو هشتغل كده الغرز لغاية لما يبقى عدد الغرز 15 غرزة عمود بلفة، وهكمل كده لنهاية السطر وارجع لكم. وصلت كده لنهاية السطر، اخر حاجة عمود بلفة وراه 3 سلسلة، وهقفل في تالت غرزة بغرزة منزلقة بالشكل ده كده، وهبدأ السطر ال26 برضو ب6 سلسلة، 5 6 سلسلة دول عبارة عن عمود بلفة وراه 3 سلسلة، وهشتغل بنفس الطريقة، هشتغل فوق العمود عمود بلفة 3 سلسلة، فوق العمود عمود بلفة 3 سلسلة، فوق العمود عمود بلفة 3 سلسلة كده كده 3 سلسلة، هيقابلني ال15 غرزة عمود بلفة، هدخل فوق اول غرزة اشتغل فيها عمود بلفة بالشكل ده كده، بعد كده هرتفع 3 سلسلة، هسيب غرزتين وفي التالتة هشتغل عمود بلفة، وبعد كده هشتغل فوق كل غرزة من ال8 غرز اللي ورا بعض هشتغل فوقيهم عمود بلفة، هيبقى التوتال 9 لان في هنا عمود بلفة، هشتغل بقى في ال8 اللي ورا بعض، ادي كده تاني عمود، يبقى التوتال معايا 9، يبقى انا سبت اول 3 عواميد واخر 3 عواميد انا مش هشتغل فيهم، هبتدي ارتفع 3 سلسلة
وهكرر بقى، هسيب غرزتين وهدخل في العمود الثالث ارتفع او اشتغل فيه عمود بلفة. هكرر زي ما انا عملت هنا، وابتدي بقى اكرر تاني. هشتغل 3 سلسلة وفوق العمود عمود بلفة، 3 سلسلة فوق العمود عمود بلفة. اشتغل كده بنفس الطريقة لغاية لما اوصل عند ال15 غرزة عمود بلفة. هشتغل فوق اول عمود هنا عمود بلفة، 3 سلسلة، هسيب غرزتين زي ما انا عملت هنا، او فوق اول عمود عمود بلفة هسيب غرزتين واشتغل في العمود التالت عمود بلفة، والثمان غرز اللي ورا بعض كل غرزة عمود بلفة. هيبقى توتال العواميد دول معانا 9 عمود بلفة. بعد كده هسيب غرزتين وفي التالتة هشتغل عمود بلفة طبعا بعدهم 3 سلسلة، وهكمل كده بنفس الطريقة لنهاية السطر. وصلت كده لنهاية السطر، اشتغلت اخر حاجة عمود بلفة ورا 3 سلسلة، وهقفل في تالت غرزة بغرزة منزلقة بالشكل ده كده. وهبدأ السطر 27 هرتفع برضو 6 سلسلة، 4 5 6، وهدخل هسيب الفراغ ده وهدخل فوق العمود بلفة اشتغل عمود بلفة، يعني زي ما احنا بنعمل 3 سلسلة فوق العمود عمود بلفة. اشتغل كده لغاية لما اوصل عند الجزء ده وارجع له. وصلت كده هنا عند العمود ده، اشتغلت فوقيه عمود بلفة وراه 3 سلسلة. هيقابلني ال9 عمود بلفة، هدخل عند اول عمود منهم اشتغل عمود بلفة وراه 3 سلسلة، هسيب غرزتين وهدخل في التالتة اشتغل عمود بلفة، وكمان الغرزتين اللي ورا بعض كل غرزة عمود بلفة، يعني هيبقى التوتال 3 غرز عمود بلفة ورا بعض. بعد كده هرتفع 3 سلسلة، هسيب غرزتين وهشتغل في التالتة عمود بلفة بالشكل ده كده. وبعد كده هكرر تاني، هرتفع 3 سلسلة، هدخل فوق كل عمود بعد كده اشتغل فوقيه عمود بلفة وراه 3 سلسلة عمود بلفة ووراه 3 سلسلة. هشتغل كده بنفس الطريقة لغاية لما اوصل عند ال9 عمود بلفة. هدخل عند اول عمود اشتغل فوقيه عمود بلفة بالشكل ده كده زي ده كده، وبعد كده هرتفع 3 سلسلة، هسيب غرزتين، هشتغل بعد كده 3 عواميد ورا بعض اللي هما في النص، وبعد كده هسيب غرزتين واشتغل في اخر عمود عمود بلفة، وما انساش طبعا في 3 سلسلة بالشكل ده كده. انا وصلت لنهاية السطر، ارتفعت اخر حاجة 3 سلسلة، وهقفل في تالت غرزة بغرزة منزلقة بالشكل ده كده. وهبدأ السطر 28 ابتداء من الفراغ ده، فهدخل بغرز منزلقة عشان ابقى في النص هنا في نص الفراغ. اشتغلت غرزتين ورا بعض منزلقين بالشكل ده. بعد كده هبدأ السطر، هرتفع 10 سلسلة، 4 5 6 7 8 9 10. ال10 سلسلة دول عبارة عن عمود بلفة ورا 7 سلسلة. بعد كده هسيب عمود والتاني، ومن بعد العمود التاني هدخل في الفراغ اللي بعديه اشتغل عمود بلفة بالشكل ده كده 7 سلسلة، 3 4 5 6 7. هسيب عمود والتاني، وبعد العمود التاني هدخل في الفراغ اللي بعديه اشتغل عمود بلفة 7 سلسلة، 3 4 5 6 7. هكرر، هسيب عمود والتاني، وبعد العمود التاني هدخل في الفراغ اشتغل عمود بلفة 7 سلسلة، 4 5 6 7. هسيب العمود ده، هيقابلني بعد كده ال3 عمود بلفة، هدخل في العمود اللي في النص، يعني هسيب اول عمود واخر عمود، وهشتغل فوق العمود اللي في النص عمود بلفة وراه 7 سلسلة، 3 4 5 6 7. بعد كده هسيب الفراغ ده او العمود الاولاني ده، وهدخل في العمود
سوري، وهدخل في الفراغ اللي بعديه على طول. يبقى بسيب اول عمود وهدخل في الفراغ اللي بعديه، هشتغل عمود بلفة 7 سلسلة، 3 4 5 6 7. هبدأ بقى اكرر، هسيب العمودين دول وهدخل من بعد العمود التاني في الفراغ اللي بعديه، هشتغل عمود بلفة 7 سلسلة، هسيب عمودين، وفي الفراغ اللي بعد العمود التاني هشتغل عمود بلفة. اشتغل كده لغاية لما اوصل هنا وارجع لكم. بالشكل ده كده انا وصلت هنا. اخر حاجة اشتغلتها 7 سلسلة، هسيب العمودين دول وهدخل في الفراغ اللي بعد العمود التاني، اشتغل عمود بلفة وراه 7 سلسلة، 3 4 5 6 7. مش شرط بقى ان انا اشتغل عمود هنا في النص عند الثلاث عواميد دول، هسيبهم وهدخل هنا في الفراغ اللي بعدهم، اشتغل عمود بلفة 7 سلسلة، 3 4 5 6 7. هسيب عمودين بعد العمود التاني في الفراغ اللي بعديه، اشتغل عمود بلفة. يعني هشتغل كده بنفس الطريقة لنهاية السطر. وصلت كده لنهاية السطر، هقفل السطر في ثالث غرزة بغرزة منزلقة بالشكل ده كده. يبقى انا كده خلصت السطر ال28، وهبدأ السطر ال29 الأخير. هبتدي ارتفع غرزة سلسلة وهدخل في نفس الغرزة اشتغل غرزة حشو، هيقابلني الفراغ بتاع ال7 سلسلة، هدخل اشتغل فيه 8 حشو، 3 8. وفوق العمود بلفة ده هشتغل فوقيه غرزة حشو، وهبدأ بقى اكرر تاني. هدخل في كل فراغ اشتغل فيه 8 حشو، وفوق العمود هشتغل غرزة حشو بالشكل ده كده. هشتغل بقى بنفس الطريقة في الفراغ، هشتغل 8 حشو، فوق العمود هشتغل غرزة حشو. هكمل كده لنهاية السطر وارجع اوريكم الشكل النهائي للمفرش. بالشكل ده كده انا وصلت لنهاية السطر زي ما احنا شايفين كده. وهقفل في اول غرزة حشو بغرزة منزلقة بالشكل ده كده. ده كده الشكل النهائي للمفرش. اتمنى ان هو يكون عجبكم، يكون سهل وبسيط عليكم. شكرا لكم واشوفكم في فيديو جديد وغرزة جديدة.